السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناتي المتواضعة يوميات ست اخواتها. احنا النهاردة عايزين نروحوا نشوفوا آخر التطورات اللي حصلت في شارع النبي دانيال، وايه اللي هيبقى ايه اللي حصل فيه. يعني هنصوره كده ونشوفه مع بعض، نتابعه مع بعض. بيقولوا هيبقى ممشى سياحي وممنوع دخول السيارات فيه. طب لما نشوف كده ايه اللي حصل فيه. احنا دلوقتي ماشيين في شارع سعد زغلول، واخدينها من محطة الرمل كده، وهنخشم الشارع ونشوفوا أحدث حاجة حصلت فيه. نصلي على النبي كده وبسم الله الرحمن الرحيم هندخل الشارع. هو على بعد خطوات طبعا من شارع صفية زغلول، واحنا ماشيين كده في شارع سعد زغلول. احنا دخلنا الشارع اهو، ده من بدايته. على ايدنا الشمال في المعبد اليهودي في اول الشارع اهي، وفي محلات الخيوط بتاعت 6 اكتوبر قبل المعبد وبعد المعبد. الشارع طبعا مشهور بمحلات الملابس والأحذية والإكسسوارات والأدوات المنزلية، وكل حاجة تلاقيها في الشارع ده. واللي عايز يصلح يعني أي أجهزة كهربائية بنيجي هنا، أو عايز قطع غيار بنيجي هنا. يعني الشارع ده هتلاقي فيه كل حاجة. ده المعبد اليهودي، وده 6 أكتوبر بتاع الخيوط، طبعا نار على علم يعني. والمحلات اللي موجودة دي كلها طبعا محلات معروفة من زمان. اللي عايز بيشتري ملابس بيجي هنا في الشارع ده. ده الجزء الأول بتاع طبعا شارع النبي دانيال، انتوا عارفين مقسوم 3 أجزاء. ده الجزء الأول من ناحية محطة الرمل، بيعتبر جزء هادي جدا أكتر من بقية الأجزاء التانية. أول تقاطع هيبقى مع شارع السلطان حسين، اللي احنا شايفين العربيات ماشية فيه أو التقاطع بتاعهم. ده شارع السلطان حسين. وبكده يبقى آه، الجزء الأول من الشارع انتهى. نخش بقى على الجزء التاني اللي هو ده، اللي هو اللي في نص الشارع بعد ما عدينا شارع السلطان حسين. هنا هو امتدت له بقى الايه التغييرات اهو، حاطين السقالات وما شاء الله بيغيروا بقى يعني بيرمموا ويبيضوا وكده اهو زي ما انتوا شايفين كده. جميل أوي إن الواحد يمشي ما يبقاش قلقان من عربيات جاية من وراه أو قدامه أو كده. لا، ماشي براحته خالص يشتري حاجته. طبعا انتوا شايفين المحلات، الشارع كله محلات، بس هما طبعا قافلين عشان الترميمات ديت، وكنا في صلاة الجمعة. الناس دي كانت لسه طالعة من صلاة الجمعة. ده الجزء الوسط بتاع الشارع بعد ما عدينا شارع السلطان حسين. أغلبه محلات أدوات منزلية، خلاطات ومكاوي وحاجات كده يعني، والتصليح كل ما يخص المطبخ هتلاقوه هنا، سواء عايزين تصلحهم أو تشترهم جديد أو تشتروا قطع غيار. الشارع ده مشهور بكده.
كل جزء من الأجزاء ما سابوهوش غير لما لونوه بلون واحد اللي هو اللون اللي انتوا شايفينه ده، والخشب بيبقى باللون الأخضر. هنعدي بقى التقاطع بتاع شارع فؤاد، ده كده بيودي على المنشية، والناحية ديت بتودي على المحافظة القديمة وباب شرقي. هنخش بقى عند الجزء الثالث من الشارع، وهو اللي خلصوا فيه التطوير. الأرضية زي ما انتوا شايفينها هي عاملينها بالحجارة، وطبعا حاطين له بتاع ده عمدان صغيرة كده، اهي شكلها شيك كده ماشي مع المنظر. هنا عملوا المحلات اهيت بدل الاكشاك اللي كانت معمولة بنالهم وسقفوها بطريقة طبعا عشان الشتا اهي، وعملوا لهم رصيف عالي اهو منفصل عن الشارع، ورصين الكتب بتاعتهم. وطبعا هما كانوا الأول بيفرشوا قدام المحل، كانت بتبقى فيها فايدة بصراحة. كان الواحد وهو ماشي كده ممكن يلقط له كده كام اسم، كام مش عارف للناس اللي زي كده بطلوا قراية من زمان، فالواحد بيبص كده يشوف الأسامي الجديدة. طبعا عندهم الكتب المستعملة والكتب الجديدة وكل حاجة، كتب الدراسة وكتب ثقافية ودينية وكل حاجة، جميع الكتب اللي ممكن تدور عليها، وبأسعار في متناول الجميع طبعا، وفي فصال على فكرة. وطبعا هما بيبيعوا وبيريحوا أي زبون هنا الجزء بقى اللي ده كان كل البضاعة بتاعتهم كانت برا في الشارع كده، الواحد مش عارف الشارع من المحلات لمت حاجتها وفضوه بمعنى أصح. الواحد كان ماشي مستغرب الشارع، مستغربه من ناحية اللي حصل ده، البياض والحاجات دي، الألوان اللي عملوها دي، وعناوين المحلات اللي عاملينها باللون الذهبي ده. الواحد بقى مستغرب المنظر من ناحية، ومن ناحية المحلات اللي كانت بتطلع البضاعة بتاعتها برا، وكان الواحد يعرف ده من ده من ده بحاجته اللي برا. دلوقتي بص كل حاجة ملمومة في قلب المحلات. دي مدرسة أرثوذكسية، المهم هي مدرسة، هي فضلت بلونها طبعا، هي لونها كده من الأول، هو ماشي طبعا مع نفس اللون اهو. الشارع الجانبي ده برضو عملوه ممشى اهوت وبلطوه واهتموا بيه طبعا، بقى شكله حلو ونضفوه النظافة حلوة طبعا والتغيير جميل، بس لو كانت مثلا بالجهود الذاتية تبقى أجمل، لو هي كانت بالجهود الذاتية فعلا، والدولة ما تتكلفش حاجة، لأن احنا ما نقعدوش نزوقهم. معروف زي ما كان المحافظين القدامى الله يرحمهم ما كانوا بيعملوا. ده المعهد الديني، وجواه على فكرة مكتب للفتاوي للي عايز يسأل في أي فتوى. وهنا الشارع برضو دوت بلطوا جزء منه اهو.
شوف الشارع متبلط، عاملينه للمشاة بس. ده الجامع، لسه برضه هيعملوه من جوه. عايزة اوريكم بقى ايه جنب الجامع اللي احنا عدينا منه ده، في ايه بقى، في حاجة أثرية. شايفين النفق ده؟ الأنفاق دي بقى، الشارع ده مليان أنفاق بالشكل ده. شايفين الفتحة دي ممكن تكون بتعدي لحد البحر. كانوا زمان طبعا أيام الرومان واليونان وكده كانوا بيعملوا الحاجات ديت، ممكن للهروب من الأعداء، ممكن في بيوصلوا مية من مكان لمكان، الله أعلم. ده السلم ده خاص بالجامع، وتحته في النفق اللي أنا وريتهولكوا ده. وشارع النبي دانيال معروف إن هو تحت منه ممرات وأنفاق كتير. ده حاجة قديمة اهي، حتى الشجرة باين خالص إن هي قديمة جدا. يلا نكمله احنا بقى في الجديد بتاعنا واللي حصل في شارع النبي دانيال. احنا كده داخلين على محطة مصر، وكده المنظر اكتمل بقى بإني محطة مصر طبعا اتطورت، فطوروا برضو شارع النبي دانيال عشان يبقى اللوحة يعني الفنية اكتملت يعني. طبعا الجزء المثلث ده كان بيقعدوا فيه الاكشاك بتاعت الكتب، لكن هم جمعوهم في الجزء اللي انا وريتهولكوا ده كلهم مع بعض. كانوا بيقعدوا هنا، وفي النص اللي هو وريناهولكوا في الاول ده. كده دخلنا على محطة مصر. وهنا برضو الجزء اللي هو الجديد دوت بتاع ممشى برضو في محطة مصر. هنا بقى نبصوا كده بصة كده أخيرة كده اهو، الدنيا اتغيرت بقى فعلا، ولسه بيكملوا هنا الجزء ده. من واضح اللي هم ممكن يزرعوها الجزء اللي هو على الناحية الشمال ده، لأنه لسه في رملة، أو ممكن يبلطوه، الله أعلم. يا رب تكون الجولة بتاعتنا النهاردة عجبتكم. شوفوا نفس الألوان. بصوا الشارع كده بيودي على الاستاد، الشارع ده بيودي على الاستاد. وهنا كده لو مشينا طوالي كده نروح على العطارين والمنشية وشارع العطارين. يا رب تكون الجولة بقى عجبتكم. واحنا داخلين اهو على محطة مصر اهي، برضو نفس الحكاية. المنشآت اللي فيها والأماكن اللي فيها لو بيضوها بنفس الألوان عشان تبقى اللوحة كلها اكتملت وتريح العين. طبعا اللون الموحد ده بيريح العين أفضل من الألوان الكتير. طبعا ده مدخل اسكندرية، ومنظر لازم يكون حضاري لأي سايح بيجي اسكندرية، عشان يبقى منظر مشرف لينا كلنا. نقول لكم بقى كل سنة وانتم طيبين، واخر تطورات ان شاء الله هنبقى نصورها تاني باذن الله، وهوريهولكم بقى بالاضاءة بتاعت بالليل، بتبقى جميلة جدا. هنبقى نصورهولكم بالليل برضو ونوريهولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.